طيب تعالى نفتح كده مع بعضينا السيرفر الأول. اوكي. لو لاحظت إن في صوت كده كلاود كود بيعمله لما بيعمل حاجة، عشان بس أبقى دايما عارف إنه يعني بيخلص حاجة. مهم، تعالى نشوف مع بعضينا. يب. let's go let's go let's go. That's it. I'm dead. Do you know about that؟ ماشي، تعالى نشوف. هو فتح السيرفر على 3000. نايس. اوكي، حلو جدا. السيرفر فتح على 3000. تعال هقول لكم بسرعة على فكرة المشروع ده اللي عملتها بكلاود كود. من كام يوم كده كنت قاعد بدور على تذاكر طيران من عندي من بوليفيا لبيرو، وفي شركة أنا بستخدمها للأسف لازم أشوف يوم ورا يوم بيفكرني بمحمد هنيدي يعني. فالمهم في كده ده حوار متعب شوية بصراحة، فقلت لا نعمل حاجة أحلى. تعالى كده نحاول نعمل حاجة ألطف، لأن أنا دايما لما ببقى بسافر بأسبوع أو أسبوعين. فدخلت على كلاود كود على طول، قلت له بص أنا عايزك تعمل لي يا سيدي ويب اب أو ساس، أقدر إن أنا أقول الوجهة بتاعتي ومكاني. فأنا في سانتا كروز هروح مثلا، تعال نقول مثلا ليما، وبعدها اختار الشهر اللي انا هسافره، لان انا اصلا مش عارف الديت بالظبط، لان انا مش غني جدا اسافر في اي وقت. فالمهم انا عايز وقت يكون مناسب قوي، والتذاكر تكون مش غالية. طبعا بستخدم شوية اي بي ايز من بعض الاماكن زي مثلا سيرب اي بي اي، وحاليا مستني موافقة من اميديس اي بي اي، حاجة زي كده. فالمهم يعني دلوقتي بقدر اقول له مثلا عايز اروح بس او ذهاب وعودة، وبعدها هروح قد ايه مثلا عشان يقدر يحدد ليا التواريخ بالسعر المناسب. وبعدها على طول بقول له بوسكار فويلوس، او انه دور لي على تذاكر طيران. فحاليا بيدور له اهو. الرحلة بتاعتي تبقى 7 أيام من سانتا كروز لليما، من بوليفيا لبيرو. فعلى طول هنا جاب لي على طول اسم ربي تاريخ يوم 19 مارس بعد عيد ميلادي 3 أيام. لو دخلت هنا كده بيفتح علي على طول هنا الأسعار نفسها. فبيقول لي حاليا إن أحسن سعر هي أفيانكا، ودي شركة طيران تانية. وكمان عندك لاتام، فالاتنين كويسين. لكن طبعا أفيانكا الطيران 13 ساعة وشوية، وده مش مناسب بالنسبة لي. فعندي لاتام. وبعدها لما أقول مثلا العودة، فيقول لي لاتام سعرها أحسن، $152. ماشي. فلو أنا مثلا يعني جيت على لاتام دلوقتي عشان نشوف مع بعضينا الحاجة الرهيبة دي. أنا مش في تشيلي، تعالى نخش على أحسن بيرو عشان يبقى بسعر الدولار عشان نتأكد. أول مثلا أنا في سانتا كروز، اللي هو نفس الحاجة. تلاقي الموضوع متعب قوي عشان تعمل الموضوع ده كل شوية مانولي بقى وهكذا. وهسافر يوم 19، وهرجع بعدها بأسبوع اللي هو يوم 26. وبعدها شخص واحد هعمل سيرش. تعالى كده نشوف السعر، $242. فلو مثلا نيجي هنا، هو هنا يعني عارف اللي هو ايه، بيوصلها ل 243 بدل ما يديلك 242، بس هو نفس السعر. ماشي، حلو قوي. وبعدها اختار البلان دي عشان نشوف مع بعضينا انه بجد حاجة رهيبة. الواحد قاعد بيتسلى كده يعمل حاجات بتساعده بتفيده. لو اجي مثلا حاليا لتذكرة العودة فنشوف السعر 148.62. نشوف السعر هنا عامل كام. هنا مثلا في لاتام 152 بس. عارف انه السعر ضارب حبة، ممكن اعدلها كباج يعني عندي. ماشي. لكن حرفيا الاسعار هي يعني مثلا لو جيت هنا دلوقتي وعملت على طول select continue accept لغة اسبانية حلوة، هتلاقي في الاخر ان السعر 390.97. يعني لو جيت عندي هنا هتلاقي ان فعلا هنا يعتبر السعر هو 392. فطبعا دي حاجة هظبطها فيه، لكن ابلكيشن عشان احل مشكله خاصه بيا مخدش مني دقيقتين تلاتة. اديت الامر كلاود كود اشتغل مع نفسه في انه ينفذه لنا وبس. بصراحة الموضوع ممتع جدا. يعني تخيل انك تعمل كمية ابلكيشنز، تعمل حاجات كتيرة جدا رهيبة، وممكن تستفاد بيها كسولو فاوندر. يعني ممكن اطلع الابلكيشن دوت واخلي الناس تستفاد بيه، لانه حرفيا صعب شويه انك تخش على موقع لاتام وبعض الشركات التانية عشان تلاقي سعر مناسب، وانك عايز تسافر لمدة اسبوع فانت عايز تلاقي سعر في الاسبوع دوت او اي اسبوع في الشهر كله سعر مناسب، وهكذا حاجة فليكسبل قوي وهكذا.
بس فمش هاطول عليكم اكتر، دي كانت بس مجرد حاجه كده حبيت اشاركها معاكم. ان شاء الله بقى لما نعمل بثوث مباشره قريبه عن كلاود كود وعن فيجما ام سي بي مع كلاود كود، الحاجات دي كلها نشوف اللي زي الحاجات دي كلها ممكن تساعدنا جامد. ماشي، باي.